السلام عليكم. تحققت أخيراً تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أرض الواقع بعد أن كانت أقواله تعبر عن طموح الأمة الجزائرية في دعم قضية الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي الذي طالما عانى من الاحتلال المغربي الغاشم وجد في هذه التصريحات والتعهدات أملاً كبيراً في الوصول إلى حقوقه المشروعة. ومع توالي الأحداث وتكثيف الضغوط الدولية جاءت تحركات الجزائر لتصبح أكثر وضوحاً على الساحة الدبلوماسية. هذا الانتصار المعنوي والتاريخي الذي تحقق مؤخراً للشعب الصحراوي لم يكن فقط نتيجة للجهود الفردية، بل جاء بفضل دعم دولي من الهيئات الدولية وبتوجيه مباشر من القيادات الجزائرية. الشعب الصحراوي خرج عن بكرة أبيه في مختلف المناطق للاحتفال بهذه اللحظة التي طالما انتظروها طويلاً، محققين انتصاراً معنوياً يعزز مطالبهم بالتحرر والاستقلال، ما يعد بمثابة تحول كبير في مجريات القضية الصحراوية على المستوى الدولي. هذا الانتصار الذي شهده العالم لم يأتي بسهولة، فقد كان نتاجاً لصراع طويل مع الاحتلال المغربي الذي لم يكتف بممارساته الاحتلالية داخل الأراضي الصحراوية، بل استعان بدعم خارجي من دول مثل فرنسا، إسبانيا وبلجيكا التي تملك سجلاً إجرامياً واستعمارياً طويلاً. هذه الدول كانت دائماً تقدم يد العون للمغرب من خلال تحالفات سياسية واقتصادية، إلا أن هذه التحالفات لم تستطع أن تمنع إرادة الشعب الصحراوي من الظهور إلى السطح. المشاهد التي وثقها التاريخ في هذه المرحلة تعكس عظمة الشعب الصحراوي وإصراره على نيل حقوقه. تلك اللحظات التي تم توثيقها أمام أعين المراقبين الأمميين جعلت العالم يدرك حجم المعاناة والتضحيات التي قدمها هذا الشعب على مدى سنوات طويلة. وجود شخصيات دولية بارزة مثل ستيفن دي مستوران مبعوث الأمم المتحدة كان دليلاً واضحاً على أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما يحدث في الصحراء الغربية. قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر مؤخراً كان بمثابة صفعة للاحتلال المغربي، إذ جاء هذا القرار لينهي جميع الاتفاقيات الوهمية التي كانت تسمح للمغرب بالاستفادة من خيرات الأراضي الصحراوية. قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر مؤخراً كان نقطة تحول حاسمة في القضية الصحراوية، حيث جاء ليؤكد أن جميع الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن استغلال موارد الصحراء الغربية غير شرعية. من تاريخ صدور هذا القرار أصبح من الواجب على جميع الدول الأوروبية إنهاء شراكاتها التجارية والزراعية مع المغرب فيما يتعلق بخيرات الشعب الصحراوي. هذا القرار يمثل انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي الذي طالما طالب بوقف استغلال موارده الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي. الشعب الصحراوي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد وجد في هذا القرار دعماً دولياً يثبت حقوقه ويعزز من مكانته على الساحة الدولية. في الوقت نفسه لاحظ الجميع صمتاً رهيباً من قبل وسائل الإعلام المغربية التي فضلت التزام الصمت أمام هذا الانتصار التاريخي للشعب الصحراوي. وسائل الإعلام المغربية المعروفة بدورها في تزييف الحقائق والدفاع عن ممارسات النظام لم تتجرأ بعد على مهاجمة محكمة العدل الدولية أو القرار الأوروبي. يبدو أن النظام المغربي يحتاج إلى وقت لترتيب أوراقه الداخلية قبل الرد بشكل رسمي. في مواجهة هذا الانتصار الدولي الكبير، يبدو أن وسائل الإعلام المغربية تتريث في صياغة رواياتها، ربما تنتظر تعليمات من الجهات العليا لتوحيد الرسائل الإعلامية بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية. لكن على الصعيد الآخر كانت الجزائر سريعة في الاستجابة، حيث رحبت بقرار المحكمة واعتبرته خطوة جديدة في مسار دعم الشعب الصحراوي. الجزائر دائما ما أكدت وقوفها إلى جانب القضية الصحراوية على المستوى الدولي ودورها الكبير في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقد جاء هذا القرار ليضيف إلى سلسلة من القرارات الأممية السابقة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي تعزز من شرعية مطالب الشعب الصحراوي. الجزائر من خلال سياستها الحكيمة والدبلوماسية النشطة تمكنت من حشد الدعم الدولي لهذه القضية. وجاء قرار المحكمة ليؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يدرك حجم الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الصحراوي، وهو ما يدفع نحو تسريع عملية إنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه.
قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أنهى سنوات طويلة من استغلال المغرب لموارد الشعب الصحراوي يمثل بداية جديدة في مسار هذه القضية. هذا القرار سيعجل حتماً بالانتصار الأكبر، وهو تحقيق الاستقلال الكامل للشعب الصحراوي الذي طال انتظاره. الشعب الصحراوي الذي ناضل لعقود من الزمن يرى في هذا القرار خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال واستعادة سيادته على أرضه وموارده. تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي أكد فيها أن سنة 2024 ستكون سنة تاريخية ومفصلية للشعب الصحراوي باتت تتجسد على أرض الواقع. الأحداث تتسارع والدعم الدولي يتزايد، ما يجعل من تحقيق الاستقلال أمراً قريب المنال. هذا الانتصار سيسجل في التاريخ كواحد من أبرز المحطات في مسيرة النضال الصحراوي. مع كل هذه التطورات يتضح أن المنطقة تشهد تحولاً كبيراً، وأن المستقبل يحمل المزيد من الانتصارات للشعب الصحراوي بفضل صموده ودعمه من قبل الجزائر والمجتمع الدولي. في الختام، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من تابعنا حتى النهاية. إن دعمكم المستمر هو الحافز الأكبر لنا لمواصلة تقديم المزيد من الأخبار والتحديثات حول قضية الشعب الصحراوي وغيرها من المواضيع المهمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لدعم الحق ونشر الوعي. شكراً لكم مجدداً، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.